السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم طبق مسقعة حلو كده. عندنا هنا بطاطس صوابع مقطعينها صوابع، عندنا الكوسة، البتنجان طبعا كلنا بنعرف نقطع البتنجان ورشين عليه رشة ملح عشان يصفي ميته ويخرج الهواء اللي فيه. هنحتاج بصلاية وهريسة ومعلقة توم وطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بأول حاجة هنا هنحط البطاطس عشان نحمرها. هنسيبها تتحمر ونقطع الكوسة. عندي هنا البطاطس اتحمرت، ابتدي اطلعها. مسقعة من الاطباق الجميلة والسريعة، يعني طبق ما بياخدش وقت وسريع وحلو، الكل طبعا ما فيش اختلاف عليه. باذنجان بسم الله. كده الباذنجان اتحمر اهو. الدفعة الاولانية اطلعها في كسر الزيت زي ما هي ازاي، زيت من لسه ولا حاجة، عشان انا رش عليه ملح وسبته خد ايه وقته وصفى ميته كده ما يشربش زيت. ازاي هسيبه برضه يتحمر وبعد كده بقى اجي احمر الكوسه. البتنجان لما بيتبل كده ويتساب شويه ما يشربش الزيت، ترش عليه ملح او تحطيه في ميه وملح وتسيبيه حتى ايه على الاقل يعني ايه ساعتين عشان ما يشربش منك الزيت وتبقى كده مقرمشه وحلوه. الكوسه اهي، على فكره الكوسه لما بنرش عليها ملح برضو بتصفي ميه. مرت معانا كده الكوسه في الزيت زي ما هو حتى الكوسه. البصله لونت معانا اهي حلو كده، وننزل بمعلقه ثوم مش كتير، ريحه كده بسيط. رشه كزبره، رشه كمون، معلقه هريسه،
فيها ريحه كده تخليها كويسه وجميله بالطماطم. الطماطم عندنا هنا اتسبكت، خدت لها غلوه حلوه كده. نرص الطاسه بقى. لو عندك لحمه معصبه بتحشيها، تديلها رشه لحمه معصبه كده ماشي، ما عندكيش مفيش اي مشكله. البدايه مخليها مش باينه، وانا عملت هنا الجزء ده بطاطس، وده الجزء ده كوسه، والجزء ده بتنجان. هنزل بقى بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد غلوه. الجزء ده بطاطس وده كوسه وهنا البتنجان. التصوير ما كانش واضح من شويه. هنديها غلوه او تدخليها الفرن براحتك كده او كده. ما شاء الله ما شاء الله، صينيه مسقعه زي العسل. بألف وهنا وشفا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ما شاء الله ما شاء الله، صينيه مسقعه زي العسل. بألف وهنا وشفا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.